ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ومعاكم اول فيديو من كورس تعلم الشطرنج من تحت الصفر. في الكورس ده هنعرف ازاي نحرك القطع، وركعة الشطرنج بتتكون من كام مربع، وهنعرف شوية معلومات كده النهاردة منهم. اول حاجة احنا لازم نعرف الركعة بتاعت الشطرنج دي بتتكون من كام مربع. لو جيت بصيت من عند الروك دي هتلاقي مكتوب A، وهنا B C D E F G H. دول 8 مربعات، يعني بيتكونوا من 8 مربعات هنا. طب لو جيتوا بصيتوا عند الروك دي وانتوا طالعين لفوق هتلاقوا مكتوب 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. ده كده معناها اللي هي بتتكون من 8 صفوف. يعني ده الصف الاول، ده الصف التاني، ده الصف التالت، رابع، خامس، سادس، سابع، تامن. ولو انتم ملاحظين اللي الصفوف بتبدأ من عند الابيض، ما بعدش من عند الاسود. يعني مثلا دلوقتي انا عايز اقول الوزير ده فين، فانا هشوف A B C D، يعني في الدي. طب صف كام؟ 1، يبقى في الدي 1. ماشي، ده مش موضوع دلوقتي الارقام بتاعت الشطرنج واسماء المربعات. طيب احنا دلوقتي عرفنا 8 طول و8 عرض، يعني كده معناها كام؟ 8 في 8 ب64. يعني معناها اللي احنا بنتكلم في 64 مربع هنقعد نتخانق مع خصمك فيهم، وهتفضل بقى تفكر في تاكتكس وفي استراتيجيات وفي حاجات كتير. تمام. يبقى اول حاجة عرفناها هو بيتكون من كام مربع؟ 64. طيب انا دلوقتي عايز ارتب ركعة الشطرنج، هرتبها ازاي؟ اول حاجة لازم تعرف وانت بترتب، لازم على يمينك يكون المربع ابيض. هنا مربع ابيض، ودي صح. طب تعالى نقلب كده، على اليمين ابيض. طب يبقى احنا راسين صح. تمام. طب ليه ابيض؟ هي كده، هو قانون، لازم على يمينك يبقى ابيض. تمام. طب هرتبهم ازاي؟ اول حاجة اللي انت لازم تعرفها، في الصف التاني عندك لو انت بتلعب بالابيض، او الصف السابع عندك لو انت بتلعب بالاسود، كله بيبقى بيادق، كله بيادق 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 بيادق. اللي او لو عايز تسميها عسكري براحتك. تمام. تاني حاجة الروك او القلعة دي بتتحط فين؟ بتتحط في اخر اول واخر مربع عندك في الرقعة. يعني ما انا دلوقتي في الصف الاول عايز احط الركعة، احطها هنا؟ لا. هنا؟ لا. هنا؟ لا. لازم احطها في الجنبين على الطرفين. تمام. طب الحصان او النايت، النايت بيتحط ورا الركعة على طول، يعني انت حطيت الركعة على الطرف حط وراها النايت. طب في حاجة كمان، الوزير او كوين هي اهم قطع، او من اهم القطع. اهم قطع طبعا الملك، عشان ده انت بتحاول تحميه عشان ما تاخدش تشيك ميت. هتيجي تقول لي يعني ايه تشيك ميت؟ تشيك ميت يعني الملك ياخد كش وما يبقاش عارف يتحرك خالص، يعني خلاص تحس الملك اتشل كده واخد كش ومش عارف يتحرك. دي معناها تشيك ميت، فساعتها انت بتخسر. يعني لو الابيض ادى كش مات للملك ده معناه الابيض كسب. طب لو الملك ده ادى كش لو الجيش ده ادى تشيك ميت للملك ده معناها الاسود كسب. تمام. دلوقتي انا عايز احط الفيل. طيب انت اول حاجة حطيت الروك على الطرفين وبعديها النايت، وراها البيشوب على طول، يبقى روك نايت بيشوب. طيب هتقول لي غدا دلوقتي تمام، يبقى احنا في الصف التاني او السابع بنحط البيادق، وفي الصف الاول او التامن عندي حسب انا بلعب بالابيض او بالاسود بحط على الطرفين روك، بعديها حصان، بعديها فيل. طيب هتقول لي احط الوزير والملك ترتيبهم ازاي؟ بص،
انت دلوقتي اللي بتلعب بالابيض، وزيرك لازم يكون على المربع الابيض. يعني هتقولي ما ينفعش احطه هنا كده واجيب الملك مكانه؟ لا، لازم الوزير يكون على نفس لون المربع. يعني انا بلعب بالابيض هحطه على المربع الابيض، طب انا بلعب الاسود هحطه على المربع الاسود. تمام، كده احنا عرفنا كل قطعة بتتحط فين. تمام، دلوقتي بقى بعد ما عرفنا الرقعة كام مربع وكل حاجة بتتحط فين، انت دلوقتي يعني هتبدأ تجهز اللي انت تتعلم شطرنج وكل قطعة بتتحرك ازاي. وده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي، فيديو تاني في الكورس. بس قبل ما نقفل الفيديو ده متنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان هينزل الكورس في أقرب وقت. وسلام.